Alors change de plus. حضرتك اكيد شفت كسرة النفس بتاعت رونالدينيو اللي قدامك ديا، ولو ما شفتهاش حابب اقول لك انه اتكسر نفسه في اول 47 ثانية من اللقاء دون. ربنا بدأ يديلك حق مرمطتك وتعبك طول السنين اللي فاتت، وبدأت الدنيا كمان تبص لك بعين الاعتبار، ولكن في اول 47 ثانية تتكسر وتسود في عينك الدنيا. لكن عايز اقول لك في النهاية ما تقلقش، زي ما في الوحش في الحلو، وايضا لان في الوقت اللي بيحاولوا يحاربوا فيك ويهدوا في اللي انت وصلت له، انت عندك ربنا بيحميك دايما منهم، هو معاك، فخلاص خلصت. حضرتك عد معايا كم من انسان اتنصب له فخ وحفرة عشان يندفن فيها، ولكن الله وضع له فيها من يخرجه منها. ولكن ده حضرتك طبعا بشروط، مش سايبه هي. في ناس اعمالهم بتكون هي خلاصهم، وناس تانية اعمالهم بتكون هي مدفنهم. وده هيجيبنا النهارده لاربع قصص هيخلوك تتحصن حرفيا داخل الحياه، زي رونالدينيو. ايه بالظبط اللي كسر نفسه كده؟ الولد في اللقاء دون كان لسه عنده 21 سنه، لسه بيقول يا هادي، فليه عينه مرغرغه بالدموع كده؟ وايه الفخ اللي حصل للرابر التونسي برولوكس؟ ولكن ربنا انقذه منه. في عز مجد رونالدينيو وهو في سن ال 21 سنة قدر يلعب 14 مباراة دولية. الولد موهوب وأصبح من أساطير كوكبة نجوم الكورة البرازيل. وشوف لما يبقى واصل لأمجاده دي في سن ال 21 سنة، حضرتك لسه صغير، ولكن الولد أبدع في السن دون. لا وبالوقت ده تحديدا كان بينتقل لباريس سان جيرمان، لا ووقع معاهم كمان عقد لمدة 5 سنين. يعني الراجل خرج من وطنه للعالمية، خارج من منتخب البرازيل لباريس سان جيرمان، بدايات ناجحة، وبقى محط الأنظار إعلاميين كتير جدا. ده حتى بدأوا يتصارعوا عليه هم وبرامج التلفزيون بتاعتهم، وطبعا كله من اجل مقابله واحده معاه، وبالفعل حصل. وكان برنامج فرنسي وقتها اللي عمل معاه اللقاء. وهنا شفت اول كسرة نفس للاسطوره رونالدينيو. الكسرة دي انا ما شفتهاش فيه حتى وهو بيحكي قصه طفولته، لما ما كانش مع اهله فلوس يجيبوا له حتى حذاء يلبسه في رجله، لدرجه انه كان حافي، ومع ذلك ما شفتش كسرة نفسه ديا، بل شفتها بالمقابله ديا فقط. On dit que vous êtes plus fort que Ronaldo, c'est vrai? Non, non. J'ai commencé depuis peu. Ouais. Et Ronaldo, c'est un joueur... المحاور الاول ساله سؤال بديهي جدا: هل انت افضل من رونالدو الظاهره؟ رد وقال له لا 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 طبعا. وده يعرفك قد ايه ان الولد متواضع، بل عارف قدر نفسه، خصوصا وهو لسه صغير سن 21 سنه. يعني اللي زي دلوقتي بيتغروا بنفسهم بشكل بشع، وانتم عارفين هم مين كويس، الا انه كان متواضع وما عندوش نرجسيه. المهم انه كانت الابتسامه على وشه ومبسوط في بدايه اللقاء، عشان فجاه يقتحم الكلام المحاور الاخر. وهنا قال له: هو انت مخنث؟ Est-ce que tu es bi? انت بتقول ايه؟ انت قاعد معايا في الشارع عشان تتكلم كده؟ احنا قاعدين على المصطبه هنا، انت واي حد بيفهم هيقول لي عادي يا عم، انت مكبر الموضوع ليه؟ الناس دول عندهم لو شتمتهم بياخدوا الكلام هزار عادي. فاكيد رونالدينيو ما زعلش. يعني هقول لك اكيد لانه ضحك اصلا، ولكنه استغرب في نفس الوقت السؤال، ورد عليه كمان وقال له: لا 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 طبعا انا زي الفل. Non, non. Alors change de pull. عشان هنا المذيع طبعا يرد عليه ويقول له: طب ابقى غير هدومك، بالتحديد السويتر اللي هو لابسه. هنا رونالدينيو انصدم، وشه قلب وكأنه حد جرحه جرح عميق. المذيع يا جماعه اتريق هنا على السويتر بتاعه، وقال عنه يعني ان السويتر دون بتاع المخنثين. لكن اللي ما كانش يعرفه ساعتها ان اللي اهدى السويتر ده لرونالدينيو هي امه، هي اللي صنعته بايديها. طبعا عينه ساعتها فجأة قلبت من ضحك على سؤاله لرغرغة دموع من سبب سؤاله، انكسر قلبه على اهانة والدته. وطبعا البرنامج اصلا معتمد على السخريه، يعني بيعملوا شو من وراء اهانه المشاهير لما بيجيبوهم عندهم، ورونالدينيو كان احد ضحاياهم. طبعا رونالدينيو فضل طول الحلقه بنفس الرياكشن ده، بعد ما كان بدأ الحلقه مبتسم وبيضحك، ولكن بعد 47 ثانيه عينه بقت مليانه كلام كتير تاني خالص، بيقول لك: انا موجوع، انا انكسرت، انا عايز امشي من هنا. نستخلص من القصه دي ايه الفايده والعبره منها؟ العبره يا حبيب قلب اخوك ان مش كل البشر سواسيه، فيهم اللي هيجرح فيك وهيشهر بيك من اجل مصلحته، وفيهم اللي مش هيفرق معاهم كسره قلبك، اهم شيء عنده نفسه. فدايما تأهب لاولاد ادم حتى ولو بدون قصد، لان زي ما انت عارف المذيع اكيد لو يعرف ان امه اللي صنعت له السويتر دون ما كانش قال له الكلام ده، لكن في غيره هيقصد حتى ولو كان عارف. ودي كانت العبره. اما النصيحه اللي عاوز اديها لك انك اوعى ثم اوعى تستعر او تستخف بشيء قدموه ليك والدك او حتى والدتك، بالعكس تفاخر وقول: دي هديه والدي ليا، دي صنع امي ليا، انا فخور بيهم. انت ممكن تشوف ان تقدماتهم ليك في الحياه بسيطه، تفاخر باهلك وبتضحياتهم وتقدماتهم ليك بالحياه، لاني والله اللي بيقدموه لك في الحياه هو اغلى ما عندهم واقصى استطاعتهم، واللي يتريق يتريق. ودي كانت اول قصه معانا يا جماعه فيها عبره ونصيحه مهمين جدا. العبره هي انك تاخد بالك من بني ادم، والنصيحه انك تتفاخر باهلك وتقدماتهم ليك.
بالنسبة لبرولوكس فموضوع مختلف شوية، وموضوعه هو انه مغني تونسي رابر وعايش حياته بفرنسا، وفي احد الايام كان مدعو لاحد اللقاءات بدولته الحبيبة تونس، وفي برنامج يسمى فكرة سامي الفهري. المهم انه حضر البرنامج وقعد وكله كان تمام. ولد الطيب ولد الهادي ولد مسعود ولد رحوم الشبار والشد على الباء ما شاء الله. لحد ما فجأة المذيع بدأ ينهال عليه بالأسئلة، ما كانش مديله فرصة وكأنه بينصب له فخ، لحد ما وصل لسياق جملة بيكون ليها بداية ونهاية، أي إنه بدأ بإن الناس بيقولوا عنك شيء وانتهى بإنه يقول له اثبت إنهم غلط. بمعنى انه قال له الناس بيقولوا عنك انك ما تعرفش الاسلام وانك بعيد عن دينك وكل اهتماماتك باغانيك انك تحكي عن التفاهه فقط. فتعرف بجد اسفي على ايه؟ اسفي ان مش برولوكس هو المغني التافه اللي تتفاخر قدامه بتفانيك في اسئلتك سيد المذيع، بل امثال حمو بيكا ومروان مشاكل وشاكر وغيرهم. فاسفي الوحيد ان مذيع زيك مش عندنا في مصر، كان جلد افرازات السوشيال ميديا عندنا، لكنه للاسف يوم ما جلد حب يجلد شاب ما يستاهلش الجلد، ولكن انا بشكره على الجلد دون لانه غير فيه كتير جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن. المهم المذيع كمل كلامه وقال له بيتقال عنك كمان انك مالكش قيمه بالمجتمع وان القرآن حتى ما تعرفش فيه جمله. حس فعلا ان الاسئله بتاعت المذيع منظمه من جوه البرنامج نفسه، وان ولا الناس قالت عن برولوكس كده ولا اي شيء، فقط الاسئله صنعت من تيم البرنامج عشان يحرجوا الرابر دون قدام الناس. ولكن برولوكس مسك المايك ساعتها وتحس فعلا انه كان مصدوم. انت كمشاهد وانت بتتفرج هتحس في الموقف دون انه فعلا مش هيعرف يقرا القرآن خالص، وان فعلا المذيع حفر له حفره هتسود وشه قدام الناس كلها. الراجل بيجود القرآن، الراجل حافظ للقرآن يا جماعه، الراجل من كتر ما صوته وتجويده للقرآن الكريم جميل حفظت الآية منه. ربنا جعل القرآن اللي بيحفظه سرا صاحب ينتشله من الحفرة اللي اتحفرت له. المذيع هنا تحسه كأنه مدلوق عليه جردل المية ساقعة، كأنه لسانه اتلجم مش عارف يقول ايه، ولكنه قال له هو كله دهشة، انت حافظ القرآن وكمان بتجوده؟ قال له طبعا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هنا بدأ يسأله حفظ القرآن فين ومن امتى. انا بقى مش ضد المذيع على فكرة، لكن انا ضد تنظيم فخ يسود وش الضيف اللي قدامك عن قصد، ولكن خلينا نعتبرها من اجمل الفحر اللي اتنصبت لفنان زي ده، لان اللي حصل بعدها كان صادم وهو الاجمل بجد. بس الاول لازم نعرف ليه تم انقاذه من الموقف دون، وازاي العمل ممكن يكون هو حفرتك اللي هتندفن فيها، وازاي ممكن يكون هو خلاصك منها. اقصد اقول لك يا حبيب قلبي خلي دايما ربنا هو رفيق دربك، هو اللي بتوكله في مشاكلك كلها، وهو اللي بتديله حقه كله كامل مكمل، عشان في مواقف زي دي واقوى من دي ينقذك منها. فخلاص خلصت، هتخاف من ايه؟ اعملوا يا بني جنس البشر اللي انتم عايزينه، انا وكيل لربنا. اعمالك ممكن تقعد لك لسنين قدام عشان تنقذك او تحقر منك. تخيل لو ما كانش حافظ القرآن، ما كانش حاليا ترك الغناء واتجه للدين بشكل كامل. موقف برولوكس مش موقف عظيم ومهيب، لكنه موقف يعرفك ان اي موقف هتتحط فيه سواء صعب او سهل ربنا هو اللي ممكن ينقذك منه. برولوكس حاليا بقى مقيم للصلاه يا جماعه وبيقرا قرآن، وان شاء الله يتم مسح كل اغانيه من المنصه اللي هي عليها دلوقتي، لان انتوا عارفين ان دي طبعا اجراءات وسياسه وشركات هي اللي بتبقى منظمه معاك الكلام دون، فهي اللي حقها تمسح الاغاني مش هو. فالعبره والنصيحه يا جماعه من القصه ما تهدرش حق ربنا، بل اديله كل حقه، لان والله ده هينفعك قدام. وهفهمك ازاي عن طريق قصتنا الثالثه والجميله قوي واللي انا شخصيا بحبها وبسمعها كتير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. في يوم من الأيام كان في عبد من بني إسرائيل نقي جدا ومتعبد لله بشكل مش طبيعي، وكان اسمه جريج. المهم إن جريج قرر في يوم إنه يصنع مكان من أجل العبادة فقط، مكان يعتكف فيه من أجل الله. خلاص أنا عايز أكون مع الله فقط، حبيبي أصلي له وأكون متقرب منه. وبقت حياته كلها لله فعلا، بقى بيصوم بالنهار وبيقوم الليل، حياته كلها عبادة فقط لله. وكان أيضا تاجر بالمدينة. المهم إن والدته كانت من وقت للتاني بتجيله عشان تطمن عليه، ولكن في أحد الأيام لما جات له كان جريج بيصلي
يصلي، بس امه فضلت تنده عليه. هنا ما ردش عليها، نادت عليه تاني وبرضه ما ردش. عشان نعرف هنا ان جريج في حيره من امره، يعمل ايه؟ يرد عليها ولا يخلص صلاته؟ فكلم ربه وهو بيصلي: يا رب انا حيران ما بين اتمام صلاتي وما بين ان ارد على امي. ولكن جريج بيختار انه يتم الصلاه. طبعا انت مش هتتخيل لما اقول لك ان الاولى انه كان يرد على امه وانه يقطع الصلاه بتاعته. طبعا انت هتقول لي بطل كفر، ايه اللي بتقوله دون؟ هقول لك انه كان بيصلي صلاه النوافل، ويجوز انه يخفف صلاه النوافل لتلبيه نداء الام، لكنه بدل الصلاه عن تلبيه ندائها. وده يوريك قد ايه ان جريج كان متعلق بالصلاه جدا وقربه من ربنا، لانه لقى في عباده الله المتعه اللي كان بيدور عليها. الشيء ده طبعا خلى الام تتعصب جدا وتدعي عليه. ودي رساله مهمه قوي، مش ليكم، للامهات طبعا. بلاش دعاوي كتير على اولادكم، الله يخليكم، دعائكم دايما مستجاب. المهم انها دعت عليه انه يرى وجوه البغايا او النساء المومسات. يعني انت متخيل؟ امه دعت عليه فقط انه يشوفهم. يعني ايه اشوف الزنا وما اعملهوش؟ انا مش فاهم. ولكن عايز اقول لك ان الله تقبل دعائها. هنا الفكره بقى هي هتتنفذ ازاي؟ يعني ايه يرى وجوه البغايا؟ مع كل يوم بنشوفهم بفيديوهات السوشيال ميديا المقرفه. ايه المصيبه بقى اللي هيقع فيها جريج بسبب الموقف دون؟ ده مجرد هيشوفهم فقط، يعني مش هيعمل الغلط. قبل ما اقول لك، خليني الاول اقول لك ان امه لو كانت دعت عليه بانه يفتن كان فعلا هيفتن، وده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، انها لو دعت عليه بالفتن لاتفتن. لا اله الا الله بجد. هنا هتقول لي معقوله؟ يعني يبقى قلبي طاهر وبصلي وكل اعمالي خير وربنا يستجيب لدعوه امي او اي شخص تاني ويضيع كل اجري؟ معقوله؟ طب انا ذنبي ايه؟ يعني حتى الله مش هيقف معايا؟ هنا هقول لك خلينا نكمل، لاني لازم نشوف ازاي هيتنفذ دعاء الام، وازاي ربنا هينقذ جريج من الورطه دي، وليه اصلا هينقذه. وده يجيبنا لبني اسرائيل يا جماعه، واللي كانوا بالوقت دون بيحاولوا بالفعل يفتنوه لترك عباده الله، لكنه كان رافض طبعا. وهنا جه دور احد نساء بني اسرائيل، واللي تبقى بالفعل من البغايا، يعني كانت بتمارس الرذيله مع بني اسرائيل كلهم. وفعلا قالت لاهل اسرائيل انها هي اللي هتفتن جريج، وبدات فعلا خطتها وراحت له فعلا وعرضت نفسها عليه، لكنه رفض وخاف الله. طبعا هنا بقت في قمه حرجها، اللي هو ازاي هترجع لبني اسرائيل وتقول لهم انها فشلت، عشان من هنا تشوف احد الرجال الموجودين في دايره جريج واللي بالفعل بتعرض عليه نفسها، وده لاتمام خطه خبيثه في دماغها. وسبحان الله نجحت والراجل فطن بيها فعلا وعمل معاها علاقه كمان، ومن هنا اصبحت حامل، وده في نفس اليوم اللي راحت فيه لجريج. فتعمل ايه هنا بقى؟ استنت لحد ما ولدت وقالت ان الولد دون ابن جريج. يعني جريج العابد لله ارتكب الحرام، المتعبد اللي رافض الفتن جاب طفل من الحرام. هنا بني اسرائيل بقوا في قمه غضبهم وفي نفس الوقت في قمه سعادتهم، وطبعا خدوا بعضهم وراحوا لجريج عشان يهدوا عليه المعتكف بتاعه، وبالفعل بداوا يهدموه عليه، ولكن هو كان بيتعبد جواه لحد ما خلص صلاته ونزل لهم وبدا يقول لهم ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مالكم؟ ردوا عليه طبعا وقالوا له انك فعلت الفاحشه وجبت طفل من الزنا وانت بتتصنع التعبد، وبداوا يضربوا فيه كمان. فقال لهم وده حصل ازاي؟ قالوا له البنت دي انت زنيت معاها وانجبت الطفل دون في الحرام. عشان يضحك هنا جريج ويقول لهم طب سيبوني اتوضى واصلي الركعتين لله وبعدها نشوف الكلام دون. عشان بالفعل يسيبوه يصلي، وبعدها خرج لهم تاني، وهنا قال لهم فين الطفل؟ فادوا له الطفل فعلا اللي لسه مولود ما بقالهوش كام يوم. عشان هنا جريج يحط صباعه على بطنه ويساله مين ابوك يا غلام؟ فرد الطفل بقدره الله عز وجل وقال ان ابوه هو احد الرعاة بالمنطقه. عشان من هنا بني اسرائيل كلهم يوطوا راسهم في الارض لانهم ظلموا جريج. وطبعا انت كده عرفت ازاي هو شاف البغايا ولكنه ما فعلش الشيء الحرام. فهنستخلص ايه من القصه دي يا جماعه؟ اولا ان امك لو دعت عليك هيستجاب دعائها، وان ثانيا اللي هيقعد لك وينقذك هو طاعتك لله وعبادتك ليه او اعمالك بشكل عام. جريج فضل عباده الله عن انه يرد على امه، فربنا انقذه بسبب ده. برولوكس حفظ القران من صغره، فربنا انقذه من الموقف الوحش، مع انه موقف صغير مقارنه بجريج، ولكن القران كان صديقه. بل عايز اقول لك ان الموقف ده خلى بصيره برولوكس تنور ويترك الغناء خالص. وهكذا افعالك السليمه ممكن تكون نور ليك يوم ما تكون الدنيا كلها ضلمه، ممكن تكون صلاه الليل بتاعتك ومواظبتك على صلاه الفجر هم خلاصك من اعمال فعلا بتتنسب لك من دلوقتي. فربنا يجعل اعمالنا الصالحه نور لحياتنا ومماتنا. وده يجيبنا للقصه الرابعه. واللي هتكون نصيحتي لك فيها هو انك تتحوج لله مش للناس، ولا بقى صاحبك ولا مديرك ولا اخوك ولا ابوك، بل اتحوج ليه هو وبس. قول له يا رب ما تشمتش فيا حد وهو مش هيشمت فيك حد. قول له يا رب واقفين ضدي وضد اهدافي فاعني وهو هيعينك. قول له محتاج لك وهو هيستجيب. تخيل ان في ناس بتتحوج بالكذب من اجل احتياجهم. هديلك مثال، ممكن تلاقي شخص راح لصاحبه او اخوه مثلا وطلب منه فلوس سلف لاخر الشهر، او حتى من مديره، بس يا ترى بيطلب السلف ده ازاي؟ بيطلبه باعذار كاذبه، زي مثلا العيال تعبانه ومحتاجه اوديهم للدكتور، او الوليه نفسها هتولد، وهو ما فيش عنده الكلام ده خالص. كله الموضوع محتاج يستلف عشان يمشي نفسه لاخر الشهر، محتاج يجيب له دخان، سموك، كوبايه الشاي اللي تظبط له الدماغ. طب ما تلجأ لله اسهل واعظم بكتير والذ، راح تلجأ لعبد زيك ليه؟ قول له يا رب اني محتاج
فدبرني مش عارف اعمل ايه. وهو صدقني هيعينك وهيدبرك. ولكن للاسف اغلب الناس ما بقاش عندها اصلا ايمان بربنا، كله بيقول جوه نفسه يا عم ادعي ايه؟ ده انا عقبال ما ادعي ده لو ربنا استجاب اصلا هيكون الشهر خلص، هكون مت. وعايز اقول لك ان ده اصلا سبب عدم استجابه ربنا لدعائنا، ان احنا مش مؤمنين بقدره الله عز وجل وبصيرته بينا. ادعي وكون على يقين انه هيدبرك وهيبعت لك احتياجك لحد عندك، فما تقلقش. وده يجيبنا لسؤالك اللي انا عارفه، يا عم عادي ربنا مش هيزعل يعني لو اتحوجنا لبعضنا؟ ويا عم هيما مش هنكذب بس هنتحوج لبعض عادي. هقول لك ان القصه مش بس انك كنت بتتحوج بالكذب او بالحق، الفكره انك اتحوجت لحد زيه زيك، بني ادم، اتحوجت الانسان وقلت له انا محتاج. وده يخليني احكي لك القصه الرابعه الجميله قوي واللي تفك النقاش ده كله. طبعا مفيش نبي بيكذب بغرض النجاه او الاحتياج، وده ياكد لنا ان الحوجه نفسها بتزعل الله عز وجل سواء بالكذب او بالحق. لان سيدنا يوسف لما العزيز سجنه سابه في السجن فتره كبيره قوي، عشان هنا سيدنا يوسف يتعب جدا من السجن، ما بقاش عارف يعمل ايه، مع انه اتقى الله في اهل بيت العزيز، ما عملش المحرمات، الا انه اتسجن واتبهدل عشان فجاه يلاقي في 2 داخلين عليه السجن معاه. واحد منهم كان شغال رئيس السقاه او الساقي بتاع العزيز، والاخر كان خباز العزيز، واللي هما الاثنين حكوا لسيدنا يوسف حلم ليهم. فما كان من سيدنا يوسف الا انه فسر لهم احلامهم، واللي كانت ان واحد فيهم هيتصلب والتاني هيخرج من السجن. الخباز هو اللي كان هيتصلب طبعا، لكن الساقي هو اللي كان هيخرج من السجن قريب، بل انه كان هيرجع لشغله تاني. طب ليه ربنا بقى غضب من سيدنا يوسف؟ ايه هي الغلطه الكبيره اللي عملها؟ وليه بعت له جبريل عشان يعرف منه هو ليه عمل كده؟ هقول لك ان سيدنا يوسف لما فسر الحلم للساقي والخباز كان عارف ان الساقي هو اللي هيخرج وانه هيقابل الملك تاني، فطلب منه انه يذكر العزيز بيه. قال له كده ذكر العزيز بيا، وكأن سيدنا يوسف تعب من السجن عشان الساقي فعلا يخرج وسيدنا يوسف ينتظر الفرج. ولكن يعدي يوم في التاني في التالت ومفيش حاجه بتحصل، وده يجيبنا للغلطه ان سيدنا يوسف طلب من الانسان. طبعا حاشا ان احنا نقول ان هو انحوج لانسان، لكنه طلب من بشر وما طلبش من ربنا. سيدنا جبريل لما جاله ساله قال له مين نجاك من اخواتك لما القوا بيك في البئر؟ قال له ربنا. وفضل يقول له موقف ورا موقف ربنا نجاه منهم. فليه بقى يطلب من عبد؟ ليه ينتظر العزيز اللي هو اصلا ظلمه بانه يعطف عليه ويخرجه من سجنه وما يروحش يطلب من ربنا؟ بل عايز اقول لك ان في احد الروايات الاخرى بتقول ان جبريل لما جاله قال لي سيدنا يوسف عليه السلام يا طاهر يا ابن الطاهرين يقرأك السلام رب العالمين، ويقول اما استحيت اذ استغثت بالادميين وعزتي لالبسنك في السجن بضع سنين. كان واضح في الروايه دي من كلام جبريل مدى غضب الله عز وجل من سيدنا يوسف. ازاي تلجأ لعبد وخالق العبد جنبك؟ اشحال ما كنتش نبي عشان سيدنا يوسف يستغفر ربنا عن ذنبه ده، ولكن ربنا عاقبه برضه. وضمن عقابه هو ان الساقي نسي اصلا يخبر العزيز عن سيدنا يوسف، وغير كمان انه قال له وعزتي لالبسنك في السجن بضع سنين، يعني هيخليه محبوس لسنين تاني. فتخيل بقى سيدنا يوسف كان رده ايه على جبريل؟ قال له ربنا راضي عني يا جبريل؟ قال له نعم. قال له فلا ابالي بالساعه، يعني انا مش مهتم اتحبس ما اتحبسش مش مهم عندي، الاهم ان ربنا راضي عني. فما بالك ان ده نبي الله، ربنا نسى العزيز سيدنا يوسف، فانت بقى يحصل فيك ايه؟ الدنيا كلها تنساك. الجأ لله، هو اللي هينقذك وهو حبيبك، هو اللي مش هيخلي حد يشمت فيك ابدا. بجد صدقوني يا جماعه اكتر من مره ادعي لربنا وبيبعت لي اللي انا عايزه. انتهت. وبس يا جماعه، اتمنى الحلقه دي تكون فادتكم وتكون كانت خفيفه عليكم. ولو حبيتوا القصص العابره زي قصه جريج او حتى قصص الانبياء والصحابه عرفوني بالكومنتس تحت، لان اتمنى احكي لكم قصصهم بطريقتي. بحبكم في الله واشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده. سلام.